سمارة تم خلال هذه السنة تأسيس جمعية النور لمنمي وبائع الأغنام، وذلك في إطار تثمين حليب ولحوم رؤوس الأغنام. محمد المصطفى خيا ومبارك الباز. بهذا الفضاء المخصص لبيع وشراء رؤوس الأغنام بالسمارة تنشط إحدى الجمعيات المهتمة بهذا المجال، وهي جمعية النور لمنمي وبائع الأغنام التي لم يمضي على عملها سنة كاملة. وقد تبادرت فكرة تأسيس هذه الجمعية من لدن إحدى الشباب أبناء الإقليم اللودى العثماني ذو 39 سنة، فكانت المبادرة مهمة شملت عددا من أبناء الإقليم. من خلال بيع الغنم حاولت أن تطيح عندي فكرة أني نخلق جمعية لانطوائية الكسابة والبياعة فيه، باش نقنوا مهنة الكسب حتى المستهلك، لأن غيور على مدينة السمارة أن المستهلك تلحقوا مسائل تعود مقننة ومضبوطة في تنسيق مع الفلاحة، في تنسيق مع البلدية، وهذه هي الفكرة قاع أسسنا هذه الجمعية. ويأتي تأسيس هذه الجمعية بالسمارة في إطار المجهودات المبذولة لتثمين حليب ولحوم رؤوس الأغنام والماعز بالسمارة، ويعتمد عمله على تتبع عملية البيع والشراء ومراقبة مدى صحة القطعان والنهوض بأوضاع المنخرطين اجتماعيا البالغ عددهم 62 منخرطا. وطورنا المهنة إلى درجة نعد واحد تنسيق بيننا، يعني كل إنسان عنده بلاصه منين بلاصي، يعني الرحيبه خاصها تعود في واحد الرونق اللي هو يعطي جمال للمدينه، ما تبقى هذيك المساله اللي هي عشوائيه. حاولنا ان مستقبلا عندنا افكار ان نطوروها من خلال رحبه تمرق عن الدشره وتكون مقبوله حتى للمواطن، ما تعود بعيده للمواطن وما تعود مولي بعيده للكساب. ومن أهم المنجزات التي حققتها هذه الجمعية خلال هذه السنة تسجيل حضورها المتميز ضمن المهرجان الدولي للفلاحة بمكناس في دورته الماضية، والذي لعب دورا هاما في إبراز ما تزخر به الأقاليم الجنوبية من ثروات حيوانية هامة. نبقى بمدينة سمارة التي تعرف النور بها مجموعة